بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا إلى الحق وأنطقنا به. طلع مقاطع واحدة والله ما كنت أعرف وش هي يعني. ناشطة تقريبا سياسية بأحد الدول العربية. تكلم عن التنمية والتطوير ملمحة على السعودية، فتقول لك هم صحيح ان الواحد يشوف حالهم يتحسر على وضعنا اللي هو وضعهم، يعني انهم لهم سنين ما في تنمية وتطوير، لكن عندنا شيء تقول ما هو عندهم اللي هو حرية التعبير، وان ازين ما جابت لنا الديمقراطية حرية التعبير. لما بحثت عنها لقيتها دكتورة فلسفة. هذا لما تذكرون المقاطع السابقة لما تكلمنا عن خطورة دراسة الفلسفة، ووجدت له مقطع نزله أحد الأصدقاء بتويتر ويتكلم عن دستور دولته، وإن من يعتبر أن الشريعة أعلى من دستور دولته فهو خاين للدولة. طبعا هذا قول للأسف يعني قول كفري، ما يعني مصيبة ويدل على جهل كبير، لكن أسأل الله لها الهداية. لكن والله ما أتوقع سبحان الله الهادي، ولكن أنت الحين لما يكون عندك مريض والمريض هذا يحتاج إلى عملية وأنت شغال مسكنات بو، هل أنت حليت أزمته؟ مع أن العملية تقدر تسويها لكن أنت شغال مسكنات. وشلون طريقة المسكنات هذه؟ هم تعودوا أهل الفلسفة أهل الكلام هذه، خصوصا إذا وجدوا ناس يتماشى معهم الأسلوب هذا، يعني وجدوا متلقي للشيء هذا. للأسف بعض الدول العربية تعرضت لأزمة شعارات طويلة واحتضنت أحزاب كثيرة، فخلت عند نسبة كبيرة من شعوبه تأثر بشعارات الأحزاب هذه، وممكن يموتون بسبيل الشعار، وخلطت عندهم الأولويات. فلما تجي يعني أنت أي شيء، يعني مثلا الديمقراطية أو حرية التعبير، المفترض عندك إنك تبي وسيلة لتحقيق غايتك، اللي هي تبي تقول تطور بلادي، تبي تقول حتى الغاية اللي انت تبي. والمفترض ان الديمقراطية وحرية التعبير انها تكون وسيلة للوصول للغاية هذه، ولكن لما تنعكس الأولويات عندك وتكون حرية التعبير هي الغاية ما هي الوسيلة، هنا اعرف انك تغوص بأعماق الجهل. ليش تقول التنمية والتطوير ما هي مهم بالنسبة لحرية التعبير؟ حنا عندنا الشيء الأهم والشيء الأفضل واللي لا يمكن يكون عندها اللي هي حرية التعبير، أو زي ما جابت لنا الديمقراطية حرية التعبير. يا سلام يا سلام، يعني اللي المفترض انه يكون تنمية وتطوير انه غاية هدف تصل له، لا ما هو هدف. الهدف اني ابقى مستمر على حرية التعبير. شوفوا شلون انعكست عندهم الموازين. للأسف الحياة السياسية اللي تعيشينها يا دكتورة انت وبعض أفراد دولتك اللي مؤمنين بالكلام وكثر الكلام، أبي بس تاخذين نظرة بسيطة لدول عربية كثيرة عندها برلمانات وعندها أحزاب وعندها حياة سياسية قوية. جيبي لي فائدة واحدة قدمتها الأحزاب للدولة، فائدة واحدة قدمتها المجالس هذه سواء سميت برلمانات أو أي كان مسماه اللي يكون الوصول له عن طريق الانتخابات.
جيبي لي فائدة واحدة قدمتها. ما في أخروا دولها بالكلام وبالشعارات. ويمكن سبب الأزمة اللي تعيشينها بدولتك هو كثرة الكلام. كلام ما في عمل، كلام. أما من ناحية حرية التعبير بدولتي فهي مكفولة ولله الحمد موجودة، ولكن إحنا ناس واعية وفاهمة، ومرجعيتنا الشريعة الإسلامية اللي ما تجيز الكلام بولي الأمر. ما يجوز تأليب الرأي العام على ولي الأمر، هذا عندنا من شريعتنا وبعاداتنا وتقاليدنا العربية. ما يجوز كبير القوم، ما يجوز نقعد نتكلم عليه بالشكل هذا. فأنتم تعتقدون إن حرية التعبير له نمط واحد اللي أنتم فاهمينه. لا، حنا أفهم منكم حرية التعبير، لأننا قادرين أن نضع له ضوابط ولله الحمد بشكل كبير. يعني واضح عند السعوديين ولله الحمد يعرفون ضوابط حرية التعبير اللي ما جتهم من قوانين، جتهم من معرفة لدينهم ومن تربية. هي المسألة ما هو إصراخ وإزعاج ويمعيات هذه أو الاجتماعات هذه. أهم شيء تبقى مستمرة. لو شبيبة الاجتماعات، وش تسوي الاجتماعات هذه؟ وش تقدم بها الاجتماعات هذه؟ وش فائدتها الاجتماعات هذه؟ فائدتها لازم أتكلم، أنا أعترض فأنا موجود، ويلا من هالشعارات الفلسفية. ما تسوي شيء، هذه ما تقدم مجتمعات، ما تطور مجتمعات، مفلسة. هذه كلها هي سبب للضياع كثير من الدول العربية اللي اعتقدت به. وش تفيد أنبوه هذا؟ عطنا خطة عمل، عطنا خطة اقتصادية، خطة صناعية، عطنا خطة تطوير وتنمية أمشي وحققه. مجالس كل يومين من حله، خنقات ومشاكل وشكاوي وبلاوي وفهم غير صحيح. لما تقولين يعني إن دستور دولة مقدم، أو اللي يعتقد أن الشريعة مقدم عليه هو خاين، لا، هذه خيانة للدين أعظم من الخيانة للوطن. يعني أنت السقف اللي عندك الأعلى هو خيانة الوطن، غلط. المفترض أن دستور بلادك مأخوذ من الشريعة الإسلامية، هذا المفترض، ما هو من الشريعة الإخوانية اللي يمكن أنت تتحالفين معه أحيانا، ويمكن ترفضينه أحيانا، ويمكن حسب المصالح، ويمكن ما أعلم. بس اللي قاعد يصير، شوف يعني دول عربية كثيرة فيه تحالفات يعني علمانية إخوانية وشعارات يتفقون عليها أحيانا ويتعارضون عليها أحيانا. ولما الواحد يكون بالإعلام سهل أنه يطلع معه بالإعلام الشخص الآخر اللي من النهج الآخر، بينما النهج الصحيح الإسلامي الحقيقي هذا كل الطرفين ما يبونه. هذا اللي أخرك، هذا كلام ما في عمل، أولويات معفوسة، ما هي منطقية. لا يمكن أن تكون حرية التعبير هي الغاية، لا يمكن تكون الديمقراطية هي الغاية. دكتورة إذا تبي تفهمين يعرفين حتى التصويت والكلام هذا الديمقراطية هذا كله خاطئ، ما هو صحيح علميا، ما هو صحيح علميا. لا يمكن يصير قرار تم التصويت عليه بأغلبية هو الأصح، يكون هو الأغلب المتغلب على بقية الأصوات، وليس الأصوب. ما هو شرط يعني يكون الأصوب، هذا قرار بالتغلب. ويمكن أنت دخلت انتخابات فزتي خسرتي ما أدري، لكن لا يمكن أن يكون تصويت الناس هو المعيار الحقيقي أبدا. يعني إذا ظلت يعني أجيب لك مثال بأمريكا، بايدن ضايع لحد الآن، الحزب الديمقراطي متمسك به، وأنتم تشوفون سقطاته يوميا. يعني تطور، صار مرتين باليوم، يعني صار كأنه علاج. أول مرة باليوم يسقط، حاليا مرتين. خطابات يعجنهن، يعني مثال للسياسي اللي خلاص واحد ما يقدر يقدم شيء. مصرين بعض الأمريكان على تصدر المشهد. ليش؟ لن في تصويت أو غالبية تصويت يبيه. الغالبية هذه تتكون من مجتمع
السود، مجتمع الآسيويين، مجتمع المهاجرين بشكل عام، سواء كانوا مكسيكيين أو لاتينيين غيره، مجتمع الشاذين، مجتمع أهل رؤوس أموال معينة من فئة معينة، فمجتمع اللي مع الإجهاض ومع الحريات المفرطة للإنسان اللي هي تضيع الإنسان. هذول مجتمع هذا أصبح غالب بنسبة قليلة يعني بأمريكا، فيصوت البايدن. هل تصويته صحيح؟ لا، تصويته مبني على مصالحه هو. المجتمع اللي صوت البايدن هذا ما هو من صالح الدولة كدولة انه يجيب له قيادي افضل، لا، هو من صالح اهدافه هو. فلا يمكن يكون التصويت، الحياة الديمقراطية بشكل عام، حرية التعبير المفرطة هذه انها تكون هي الغاية، ولا يمكن انها تكون هي الاصح. المفترض بالوضع الطبيعي انها تكون منضبطة، وانها وسيلة للوصول للغاية. وإذا احنا كالسعودية عندنا أكبر حرية تعبير، أي واحد يقدر يرسل للملك بأي وقت بالجوال، يرسل للديوان الملكي بالجوال، هو جالس البيت ويرسل للديوان الملكي. أي مشكلة يعني؟ في أكبر من كذا؟ ويجيها الرد ما يطول ويحول لجهة معينة. عندنا يعني عندنا أنظمتنا وعندنا طرقنا اللي نحترمه ونقدره ونشوف أنها صحيحة. ليش؟ لأننا قاعدين نشوف نتائجه. أي عمل يا دكتور، أي عمل يقاس بنجاحه، يقاس بنتيجته، هل هو ناجح أو فاشل. لا يمكن تكون حرية التعبير اللي استخدمت ببلدان عربية كثيرة ناجحة، لأن نتائجه غلط. لا يمكن أن بعض الدول اللي استخدمت الديمقراطية بشكل إنها انجحت. عندنا مؤشرات لدول كثيرة كل ما زادت الحرية به كل ما أدى إلى انحدار اقتصادي، انحدار أمني، مشاكل. الحرية له ضوابط حتى عند الغرب بأوقات معينة يضبطونها. مسألة ما هي بس أقعد أتكلم، لكن هذه مشكلة. هي تعرف تتكلم مع من؟ ناس يحتاجون مسكن، انتم تتكلمون خلاص، هم ما يتكلمون، انتم تتكلمون. فحنا صح ما عليكم منهم، بلا تنمية بلا أهم شيء قرقر. لازم قرقر زيادة، ما في قرقر زيادة أنت مشكلة. يعني هذا سبحان الله. صلوا على النبي.